امام عاشور او امام ب عاشور. عشان احنا ممكن نقول لما نقول امام عاشور كده هو ايه يتضايق شويه، او الاداره يقول لك لا انت ما بتقولش على اللعيب اللي هو امام عاشور ده امام عاشور كده. احنا ممكن لازم نقول ايه؟ امام ب عاشور. فاحنا النهارده هنتكلم عن ازمه امام ب عاشور مع النادي الاهلي نفسه. طيب بص يا معلم، في يناير اللي فات المعلم، دي كانت بدايه الموضوع اللي هو مش عاجبني يعني. كان عندنا ماتش في افريقيا رايحين نلعب تقريبا كان يانج افريكانز في تنزانيا. فالمعلم الشيطان ده قال له كده، بقول لك ايه يا امو ما تسافرش مع الفريق عشان انت اضغط على الاداره دلوقتي وقول لهم انا ايه، انا عايز العقد بتاعي يتعدل والايه. والشيطان لعب له في دماغه. فامام عاشور زيه زي اي بني ادم، كلنا بنغلط، استجاب للشيطان وقال ان انا مش مسافر تنزانيا. هل دي حركه ينفع تحصل مع كيان زي الاهلي؟ لا، قولا واحدا لا. او كنت مستني رد فعل من الاداره على الصفحه الرسميه، الاهلي يعرض امام عاشور بقى زي ما حصل مع عبد الله السعيد، او هات عرض يا بابا واتكل على الله. لا لا لا، ما عملش كده. الاهلي مسك الراجل، قال له انت عايز ايه؟ قعد معاه، طب احنا هنعدي لك العقد، وروق له الدنيا. امام بقى عاشور بقى عمل ايه بقى؟ يعني انت اللاعب الفذ بقى اللي ما رضيتش تسافر بقى ودغدغت الدنيا بقى. احنا طلعنا موسم صفر على فكره. ما رحتش انت بقى شلت الفريق لوحدك كده مثلا زي ابو تريكه، ولا زي شيكابالا، ولا زي حسني عبد ربه لما كان بيعمل مثلا مع منتخب، او حازم امام او الناس دي يعني ماشي، او زي الخطيب، او زي رونالدينيو او ميسي، ورحت جبت مثلا بطوله او خلصت لنا افريقيا او الدوري او القصه الليله دي كلها. لا انت ما عملتش كده على فكره. خليني متفق معاك برضه ان امام عاشور لعيب كويس، لعيب حلو. امام عاشور لعيب حلو، لعيب بيعرف يشوط كويس، لعيب بيعرف ينزل يستلم ويطلع علماء ويطلع الفريق كويس، لعيب كويس. بس مش اللعيب الاسطوري. انت مش اللعيب الاسطوري، مش ابو تريكه زي ما قلت، مش حازم امام، انت مش حسني عبد ربه، مش ميسي، مش كريستيانو رونالدو. يعني انت لعيب كويس اه، بس مش اللعيب الاسطوري، مش اللعيب اللي تتنك على الاهلي مره واثنين وثلاثه. لا. اللي مضايقني بقى اكتر اداره الاهلي ازاي سايبه الموضوع كده. ما تمشيه يا عم. انت ليه مشيت محمد علي بن رمضان؟ ما كنت مشيت امام عاشور. انا مش عاجبني خالص الموضوع بتاع امام عاشور ده، مش عاجبني نهائي. وقصه بقى ادم وطني وغير بقى الوكيل بتاعك وهو بقى يكبر دماغه ومش عارف ايه. انا مش فاهم الاداره متمسكه بيه ليه. طب يا عم انت بص، امام عاشور جه، انت خدت خيره، يعني انت استفدت جدا منه، بس هو طالب حاجات هتعمل لك مشاكل بعدين. طب ليه؟ هو لعيب لو ذكي حاجه من الاثنين، يا انا عايز فلوس كذا، يا اما انا همشي صراحه كده، تعالى معايا صراحه، يا اما انا همشي. اول اداره برضو المفروض ان هي كانت تعمل، يا اما امام عاشور انت هتاخد كذا، لا مش موافق، طيب ايه، اتكل على الله. والله ب 2 مليون دولار 3 مليون دولار، اتكل على الله. لا احنا بقى لا عملنا دي ولا عملنا دي، احنا قاعدين نعجن، سايبينه يعجن واحنا عمالين نعجن، سايبين الراجل عمال بيعجن واحنا برضه شغالين عجن في الناحيه الثانيه. مش فاهم يعني بصراحه. لو ميسي هو بقى احنا كنا عملنا ايه؟ يعني موضوع غريب، وموضوع بصراحه يضايق، وموضوع يخنق. ده كفيل الحركه اللي عملها معاه في يناير دي، لما لقى الموضوع دلوقتي هو بيتكلم ممكن وممكن لا مش ممكن. السعوديه يا باشا، انت جالك عرض يا باشا من السعوديه، اتكل على الله. شوف بكام، ب 2 ب 3 مليون 4 مليون، اتكل على الله. ما انت عملت كده مع تريزيجيه على فكره. الراجل جاله مش هينفع ياخد مبلغ مثلا في سقف الرواتب بتاعتك، فانت قلت له طب خلاص يمشي، مش راح السعوديه. وتريزيجيه في البرايم بتاعه افضل منه 1000 مره. وانا عارف وانت عارف والناس الزملكاويه والاسماعيلاويه ومصر كلها عارفه الكلام ده، ان تريزيجيه لما كان في البرايم بتاعه احسن من امام عاشور 1000 مره. في ناس بقى تيجي تقول لك اصل ده مركز وده مركز، ده في حاجه اسمها انتاجيه في الاخر، اللي بيفيد الفريق مين؟ فاهمني انت ولا؟ بص، في حاجه اسمها انتاجيه، وفي لعيب جناح ممكن يشيل فريق كام زي ميسي، وفي لعيب نص ملعب زي دي بروين في مواسم كامله كان شايل السيتي لوحده. فانت ايا كانت في جواه زي نوير مثلا كان شايل بايرن ميونخ في مواسم لوحده. فما تقوليش ده لا، في مراكز. اهم حاجه يا باشا انت عملت ايه للفريق، انت شلت الفريق قد ايه. امام عاشور انت كويس، الفريق كويس، انت كويس. لو امام عاشور الفريق مش كويس صدقني ما يبقاش كويس. طب انت ما جبتليش بقى دخلت بقى لوحدك كده كسرت الدنيا وعملت لي كامباك في ماتشات كتيره ومش عارف، لا انت عادي. الفريق وحش، احنا كنا بنخسر وعادي خالص والدنيا عادي. انت ما مش اللاعب الاسطوري يعني اللي هو ممكن مثلا يكسبني في ماتش وانا اللي الفرقه كلها واقعه. ده وليد سليمان كان بيعملها، وليد سليمان كان بيعملها. بطوله 2018 اللي وصلنا فيها نهائي، من اول ماتش لاخر ماتش وليد سليمان لوحده واخد البطوله لوحده طرش. فانت مش اللعيب الاسطوري، انت مش اللعيب الاسطوري لا.
فانا مش فاهم بقى الاداره سايبه العجل ده شغال كده ازاي.